الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مهتمين بالصحه احسن حاجه. بصوا النهارده معانا فيديو جميل جدا جدا. انا كان بسبب اللي انا هعمله النهارده ده، انا ياما حكيت لكم كان ايه اللي بيحصل بسبب التوم. يعني زي ما قلت لكم قبل كده كان بيجي لي بال40 كيلو توم اقسم بالله زي ما بقول لكم، وكنت بقعد اخرطهم كده مع نفسي، وفي الاخر بيتفرموا وفي الاخر بيتشحتوا فكان بيحصل ميازل يابا. يعني انا متعقده من التوم بصراحه، مع اني بحب تقشير التوم جدا. يعني في ناس تقول لك انا بكره التوم عمى، انا ما بحبش تقشير التوم، انا بحب تقشير التوم جدا، وبحب اعمل البيت، بحس متعه كده في كل حاجه بعملها في حاجه البيت. حتى التوم والله بحبه جدا، بس انا من اللي انا شفته انا اتعقدت، عندي عقده شويه من التوم، بس مش مشكله. فانا كنت السنه اللي فاتت كنت جايبه هنا توم، بس ما كنتش جايبه توم بكميات كبيره ولسه محطوط يعني ورا في البلكونه، كنت بخزنه كده منكوش كده، وبخلي يعني جوزي يربطه وبنعلقوه وبنستعمله منه كده زي ما هو. من ساعه ما يعني سمعت ان هو خطر يتفرم ويتشال في الفريزر وكده، فما بقيتش اعمل الموضوع ده. بقينا نخزنوه بتاع السنه كله، اجيبه واربطه واشيله كده، بيبقى عامل شبه شوفوا عامل ازاي لما بينشف المنظر مش اللي هو. فقررت النهارده يعني جبت طريقه حلوه قوي لتخزين الثوم، وبيحفظه وبيخليه شكله حلو كده هو متعلق. فاحنا خلاص بقى يعني ابتدينا بقى في النظافه وهننظمه بقى الدنيا ان شاء الله وكده. فتعالوا نشوف النهارده هنعمله ايه في الثوم. جبت كميه حلوه كده عشان احنا ناويين نقعدوا هنا، زي ما قلت لكم انا جوزي مرتاح هنا عايز يقعد هنا ولسه جاي لي تعليق برضه بتقول لي انا بحب روتيناتك جدا في بيت حماتك. الناس مش حابه يا جماعه والله في البيت التاني، وفعلا انا يعني بيشدهم المنظر في الاول، بس بلاقي متوسط مده المشاهده دقيقه، بيدخلوا يخشوا يشوفوا الفيديو دقيقه وبيطلعوا. فانا فعلا حسيت ان الناس مش عايزه تشوف مني فيديوهات هناك، حابين ان يشوفوا الروتينات. اللي هو بيقول لي بنحس بطاقه ايجابيه كده، وبنحس براحه نفسيه في روتينات في بيت حماتك. فانا هلبي لكم طلبكم ده، وان شاء الله هنقعد لحد ما ربنا يشفيها يا رب ويعافيها وترجع بيتها بالسلامه. فانا عايزاها ان شاء الله ترجع كده تلاقي في تغيير في البيت كده ونظافه وتشم روايح حلوه كده بدل البيت كان فيه طبعا. فتعالوا نشوف هنعمله ايه في التوم النهارده. طبعا ده التوم بتاع السنه اللي فاتت، بس والله كان جايب لي، بص هوريكم اللي انا بجيب منه التوم كل سنه. هو في اخر الرصيف واقف شايفينه، بتصل بيه بيجيب لي كل حاجه انا عايزاها، وبيطلع لنا طبعا بالرادو، فهو منه بالتليفون دليفري. زي ما قلت لكم بصراحه بيجيب لي الروز بتبقى بسم الله ما شاء الله كبيره. كتر خير الدنيا. بصوا خلاص فضى التوم، والله لسه في مزلط اهو، وفي لسه في جامد والله. هشيلهم بحالهم في برطمان هستعمل منهم، ونشوف الجديد هنعمل فيه ايه. بصراحه كتر خيره، جابوهولي لحد، اقسم بالله جابوهولي لحد باب الشقه. وتعالى نشوف بقى هنخزنوه ازاي. بصوا التومه بسم الله ما شاء الله مزلطه، هو ده اللي انتوا تجيبوه. الاحمر ده بتاع التخزين. بصوا شكله ولونه، حتى لو بصوا دي بص صغنونه قد ايه، يعني ممكن تلاقوا الراس كلها 4 فصوص، بس بيبقى ما شاء الله بيبقى كبير. فانا بحب دايما اللي هو الفيومي الاحمر ده، هو ده بتاع التخزين، بيفضل معاكي لحد اخر يوم في السنه. مستفاده منه، بيبقى مزلط وما بيفضاش منك وبيبقى جميل. ارجو ان انتوا تستفادوا النهارده من الفيديو بتاع النهارده دوت. انا جبت لكم طريقتين بصراحه، فضلت ابحث، انا ما كنتش اعرف الطرق دي، كنت زي ما انا وريتكم كده كان جوزي بيربطه لي كده وبيبقى منكوش ومنعكش وبنعلقوه وبفضل اسحب منه. فانا لما لقيت الطرق دي بصراحه حبيت منظرها جدا كده ومتعلقه على الحيطه. الطريقتين اجمل من بعض. شوفوا انتوا بقى الاسهل ليكم ابقوا اعملوها. فطبعا انا الاول كنت زي ما قلت لكم كنت بفرمهم، وكنا بنحط عليه شويه زيت كده في برطمانات او في اكياس بلاستيك، وكنا بنفرزنوه في الفريزر. بس طبعا احنا سمعنا الموضوع ده خطر وكده، والله اعلم، وكل حاجه يقولوا لنا عليها خطر
مش عارفين ايه الصح من الغلط، بس طالما سمعنا على حاجة ان هي ضرر او كده على الصحة بنقصها. فدي بصوا اول طريقة بنضفروها كده، اكنك بتضفري ضفيرة، اكنك ماسكة شعر بنتك كده وبتعمليه ضفيرة، اللي هي السنبلة، مش اي ضفيرة. بنحطه يعني كل راس توم عكس التانية، وبناخدوا العروش بتاعتها من تحت ونلفوها عليها، ونجيبوا واحدة نعملوها عكس الأولانية، وبنجيبوا برضو العرش من تحت، بنقوموا لفينها على الرابطة كلها. هتدينا في الآخر منظر جميل جدا. ويعني بصراحة أنا الشكل ده عجبني أحسن، بس حاسة إن التاني مرتب أكتر ومسك نفسه. فانتوا شوفوا يعني الاتنين وقولوا لي ايه رأيكم طبعا في تعليق انهي الأحسن. واتمنى ان انتوا تستفادوا من فيديو النهارده، ويا رب يعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. معاكم يوم جديد من ايام خدوجه، وتعالوا نكملوا بقيه الضفاير. طبعا الطريقه دي كل ما هتقللي فيها الحزمه او روس الثوم هتكون معاكي متسويه اكتر. انا عشان عملت فيها كميه يعني ممكن ايه مش متسويه قوي، بس طلعت زي ما انا عايزه. يعني انا اول مره بصراحه اعملها بالطرق دي، فانا بجرب معاكم، بس طلعت معايا اهو الحمد لله. بصوا جمالها، شكلها حلو قوي. طبعا لما تحطي حاجه زي كده متعلقه عندك في البلكونه او في بلكونه حماتك بيبقى المنظر غير اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. دي بقى اللفه التانية او الضفيره التانية. اعتقد ان دي يعني انا شفت ياما كتير عاملينها. الطريقه الاولانيه دي قليل قوي يعني ما لقيتش فيديوهات كتير عاملينها بالطريقه دي، فدي المنتشره اكتر وبصراحه اسهل. برضو كل راس توم بنحطوها عكس التانية، وبنلفه بقى من الخلف، بنلفه عرش التوم من الخلف، ونلفوها حوالين راس التوم بالطريقه دي. انا ما رضيتش اسرع لكم الفيديو عشان تاخدوا بالكم برضو، وعملت لكم كذا واحده عشان تاخدوا بالكم معمول ازاي. بصوا دي اسهل، ودي ماسكه نفسها عن التانية، بس انا مش عارفه ليه عجبني شكل التانية بصراحه. التانية كانت غلبة شويه بس كان منظرها احلى. هنشوفهم برضو في الاخر شكلهم ايه، وانتوا تحكموا برضو، قولوا لي الطريقه الاجمل والاسهل واللي عجبتكم انهي فيهم، واكتبوا لي في تعليق. متشكرين جدا على تعليقاتكم الجميله، وما تحرمش منكم ابدا، ولا تحرم من كلامكم الجميل ولا دعواتكم الجميله. يا رب دمتم في حياتي نعمه، اعز اخوات واجمل اصحاب. دمتم في حياتي يا رب، ويا رب القناه كده تكبر بيكم وتبقوا معايا دايما، ما تملوش من فيديوهاتي. يعني انا كل فيديو اعمله اقول ايه، يعني يا رب يستر كده ويبقى فيديو خفيف عليكم وابقى خفيفه على قلبكم، ما تملوش من فيديوهاتي. ويا ريت تشيروها لاحبابكم واصحابكم عشان القناه تكبر بيكم. انا حاسه قناه في النازل، فيا ريت لو بتعزوني شيروا القناه لجيرانكم لاحبابكم لاصحابكم عشان القناه تكبر بيكم. ويا ريت طبعا ما تنسوش اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، اللايكات قليله جدا جدا، فيا ريت ما تنسوش اللايك. هنا بعد ما ضفرنا بقى الحزمه كلها، هنيجوا الحته الاخرانيه دي عشان ما يتفكش مننا. هنعمله برضو اكنها ماسكه ضفيره بنوت كده وبتضفريها، ضفيره عاديه جدا. وفي الاخر برضو بتربطيها باي دبارة عندك، اي حاجة كده. انا خليت جوزي في الاخر يعني تبت الرباط عشان بس ما تتفكش. بصوا جمالها وبقت متسوية، وهم متعلقين كمان شكلهم حلو قوي. زينب ما شافتهم فرحت بيهم قوي، قالت لي لا منظرهم جميل بصراحة. الله ينور يا ابو باسم. وعليك يا حبيبتي. عشان ما نخسرش حد تاني. 500 لازم تشتغل النهارده. ربطة معلم دي، لازم الله يكرمك. اتعلمتها فين الربطة دي؟
ها الله يقويك. عايزاكم تشوفوا بس المنظر القديم. لا ما شاء الله والله تسلم ايدك. بص الفرق من ده من ده يا جماعه. حلو والله، النظام حلو برضه. احلى حاجه العلاقه بتاعت الهدوم دي، انا مش عارفه ايه اللي جايبها هنا. معلقين فيها التوم. ده بدل الحته خايبه، استر يا رب. استر ما تدقش جامد. يلا بينا جبنا. ايه رايك كده؟ قولوا لي بقى انتوا في التعليقات انهي ضفيره احسن ليكوا واسهل، وانهي اللي شكلها احلى. طبعا الستاند ده محطوط تحت الستاند يعني محمي من الشمس ولا الشتاء ولا اي حاجه. فانت اهم حاجه تحطيه في مكان ما يكونهوش ما تكونش ضاربه فيه الشمس، عشان ما يفضاش منك ويبوظ بسرعه. الطريقه دي ان شاء الله يعني انا كنت بحط على طول في نهار، بس زي ما انتم شايفين كده منكوش كده بالطريقه دي. والله لسه في روس اهو من السنه اللي فاتت، بس عشان يعني بعيد عن الشمس كتر خيره بقاله سنه. فكتر خيره يعني. في حاجات فاضت وحاجات لسه اهو باسم بيشوف الناشف لسه اللي ما فضاش بيطلعه من القشر، كل ده هيترمى. طبعا بصوا فرق طبعا بين ده وده مش هيبان كمان غير لما ينشف، هتحسوا بفرق جامد قوي. انا هحطهم بقى مع بقيه الدنيا. مش عايزاكم تعيبوا يا جماعه، انا لسه ما عملتش حاجه في البلكونه خالص. البلكونه دي عايزه لها ترويقه ان شاء الله كده، ربنا يسهل افوق لها. بس مش دلوقتي بقى. احنا طبعا الاول لما كنت بعمل بال40 كيلو طوم، وكنت على بال ما انضفهم بقى واطلع القش بتاعهم قد كده والعروش بتاعتهم، وتبقى الدنيا دي ريحتها طوم تعمي. الريحه ما كانتش بتروح من الشقه، بتقعد كام يوم ريحه الطوم فيها وحايسه الدنيا. وغير كمان مهما تربطي اكياس ولا تحطيه في برطمانات، بتبقى ريحه الفريزر فظيعه بصراحه. بتبقى ريحه اي حاجه بنحطها في الفريزر بتبقى لقطه ريحه الثوم. فهو بصراحه يعني انا من ساعه ما بطلنا حكايه فرم الثوم والحاجات دي انا ارتحت. فاتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم. متنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. حبكم في الله. كان معاكم يوم جديد من ايام خدوجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.